السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخيرا الفيديو المرتقب، الحمام المحشي بكل تفاصيله وتكاته. حبايب قلبي، معكم منى أبو المجد. لايك وشير كتير عشان يوصل لأكبر مجموعة من المتابعين اللي طلبوه مني. الحقيقة دي الفراخ الشمورت اللي أنا كلمتكم عليها. هنا بسم الله ما شاء الله، وده الرز ابو خلطة اللي انا بحطه على اساس اللي عايز رز، لان طريقته غير رز الحشو. وعملت شوية شيبسي كده حلوين، يا رب يعجبوكم. فواحدة واحدة كده مع بعض بالتفاصيل بالتكات الحلوة. منمن هنا بتشاور على واحدة علشان تبتدي تدوقها قدامكم. دي اللي جه عليها الاختيار. بسم الله ما شاء الله. بصوا الحمامية بتطلب الأكيلة، بليز ايت مي لو سمحت كلني. وزي ما احنا ما عارفين الناس الأكيلة عارفة الحمام بيتقطم كده بقى من غير كلافز ولا شوكة ولا سكينة. وعملت جنبه شوية ملوخية خضرة جاجالي من الغيط، ولا أروع، تستاهل بقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبتدي نعمل هنا الرز اللي أنا هحشي بيه حمامي والفراخ. الفيديو اللي أنا نزلته بتاع تنظيف الفراخ والحمام عرفتكم اللي أنا كنت جايبة فراخ شامورت. هنا بهاراتي، بنزل بعود قرفة، وبنزل ببودرة توم وبودرة بصل، والبهارات بتاعتي المشكلة، وربع معلقة جوز الطيب، وربع معلقة حبهان مطحون. دي بهاراتي بتاعت الحمام بتاعي، اللي انتوا عمالين تقولوا لي يا طنط وبهاراتك واكلك حاجات بسيطة كلها، بس واحدة واحدة كده معايا والتكات هتبقى اروع ما شاء الله. نزلت بمعلقتين سمنة او معلقتين زبدة، وعليهم البصلتين الحلوين بتوعي، نبقى كرمة كده، لان انا بحب البصل في الرز كتير الحقيقة. از يو لايك، بصلايه كبيرة او بصلتين. ونزلت بالرز بتاعي على المادة الدهنية زي ما انتوا شايفين. بشوف الرزاية سخنت في ايدي، انا عملت تيست، حطيت ايدي اتحملت درجة الحرارة ولا لا. عايزين نتفق ان احنا هنسوي الرز بنسبة 50-60% عشان يفشر معايا وانا بسلق الحمام بتاعي. تقريبا انا في نفس الفيديو بعرفكم طريقة الرز بتاع الكبد والكلاوي. ايوه زي ما انتوا واخدين بالكم. ليه يا طنط؟ طب ليه يا منى انت مش بتحطي الكبد والكلاوي؟ الحقيقة ما الكبد والقوانص ما بحطهاش على رز الحشو. يعني انا ما بحبهاش، بتدي زفارة بسيطة كده، فما بحبش اكلها انا واسرتي ومع الرز بتاع الحشو، فبعملها لوحدها بتكات معينة يا رب تعجبكم. بنزل ببصلاية على معلقة زبدة، ونفس البهارات اللي حطيتها على رز الحشو بحطها. وهنا ندلع الموضوع ده بايه؟ بعود قرفة، ورقتين لورا، مكعب ماجي، انا حطيت بودرة ماجي. ببتدي هنا هو تشوح الاول القوانص، لان كلنا شاطرين وعارفين ان هي جامده شويه، ما يعني بتاخد سوا عن الكبده. بفضل اقلب بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وسبتها 3-4 دقايق لما حسيت ان هي داخله في السوا. الله، ادلع الموضوع بفص توم. عارفه كانك هتاكليها، كانك بتعملي كبده وقوانص هتغمسيها وتقعدي تاكليها انت وولادك. فالموضوع محتاج بس ايه؟ العظمه دي. بنزل هنا بكبدتي الحلوه المغسوله الجميله، وببتدي اقلب على نفس الخليط واعمل ميكس بقى، اقلب بينهم. بس تكير هنا وانا بقلب الكبده، عارفين طبعا الكبده لو اتهرت هتخلي الرز مالوش اي طعم. بصوا ما شاء الله، انا بوريكم بان الكبده محتفظه بقوامها والقطعه بقطعتها، ولا اتهرت مني ولا اي حاجه. هنا انا خفت عليها ادور يمين ولا شمال اروح الاقيها عملت كده، فحطيت بق ميه عشان اساعدها تنزل ميتها وتشربها. سبتها هنا 10 دقايق. والحقيقه ايه ده يا منى؟ هو انت بتصفيها؟ معلش انا ما بحبش اخد ميتها. اتفقنا لو انا هغمس اوكي، لكن انا هحطها على رز دي قصة تانية. فاسمعوا كلامي واعتمدوا الموضوع ده. هنا بقى رزي كان جاهز زي ما انتوا شايفين، مسوية 50%. حتة سمنة بلدي، بشوية ملح فلفل، وقلب. طبعا يا معلم انا التقليبة دي تكر قوي تكر قوي، مش بقلب يعني بعجن، لأ. هنا برضو انا على قد كبشة ايدي وانا بحشي بلفها في ايدي، مش بدوس عليها. ليه؟ علشان خاطر تساعدني اني ادخل على طول الرز. زي ما انتوا شايفين واحدة واحدة بدخل في قلب الحمامة من جوه، ما بكترش. ببتدي اثبت كده بايدي من عند الصدر، من مطرح الحصالة ما اتشالت، زي ما انتوا شايفين كده. نجيب هنا بقى الديك الصغنوني الشامورت او الفرخة الصغنوني، على فكرة وزنه في ما بين 500 و 600 جرام.
يعني الحجم وما خدش سوا. تخيلوا يعني انا طلعته قبل ما اطلع الحمام. هنا زي ما انتوا شايفين ببتدي ادخل فيها الرز، ونفس التكات لو انت هتعملي فريك، لو انت بتحشي. وعلى فكرة في ناس بتعمل ميكس ما بين الرز والفريك بيطلع ولا اروع، حسب ذوقك وذوق اسرتك. انا بحب الرز واسرتي بتحب الرز. هنا انا كنت بعمل ايه؟ اعتقد اني بعيد كده الفيديو هنا. لا 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 لا، ده الرز بقى. انا ايه يا منى ده؟ ما تسرحيش ما تسرحيش. انا هبتدي هنا الكبده والقوانص اللي انا عاملاها اللي اخدتها على طبق، اعمل بقى الرز اللي انا هفرشه في طبق التقديم بتاعي او السيرفيس. نزلت ببصلايه صغيره ببهاراتي، ونزلت بالكبده والقلوب والكلاوي، وحطيت عليها شويه الرز، وبيتسوى بالطريقه اللي احنا عارفينها. كوبايه الرز عليها كوبايه وربع ميه حسب نوع الرز، كوبايه وربع، كوبايه ونص، كوبايه واحده، حسب نوع الرزايه بتاعتك. وكلنا شاطرين وعارفين ايه المغزى من النقطه دي. هنا بحط ميتي بقى وبوكيه الجرنيه بتاعي بقى، بحط اللي عندي كل خير ربنا. طماطمايه، فلفلايه رومي، بصلايه، ورق لورا، حبهان، راس كرفس، كل ده بيدعم لي الشوربه بتاعتي. وبعدين موضوع الشوربه ده يا جماعه برضو يعني لازم ندعمه وندلعه. ما تنسوش كوبايه الشوربه اللي انا اكلها. هنا انا لما سقطت الحمام في السلقه حبيت اطمنكم انك لو قلقانه بتلفي واحده بالفويل، ما تخافيش والله. ولا اهي دي اللي انا لفيتها لكم بالفويل، هي منفوخ كده ما شاء الله، عشان اخر واحده حشيتها وكان في شويه رز زياده، رحت قلت ايه، عملت فيها كوماندوز، رحت مزوده الرز وطلعت ما شاء الله ولا اروع. هنا التحمير الحقيقه كان عندي سمنه قديمه، حطيت كبشتين سمنه محترمين على شويه زيت، وببتدي احمر هنا الحمام بتاعي ما شاء الله ولا اروع. بعد التحمير برمي على الوش شويه فلفل وشويه بهارات، ما شاء الله على الريحه، وصلت للجيران وصلت للجيران ما شاء الله. وفحمايه بقى حلوه كده، وبخري حمامك يا منمن، وما شاء الله على ريحة الفحمية ومعلقة السمنة البلدي لما تشيتها على الفحمية ولا أروع. بألف أنا وشف على اللي أكل، وبألف أنا وشف عليكم حبايبي وعلى أولادكم. الله يحفظ أسرتي ويحفظ أسرتكم، وإن شاء الله نتقابل وصفات جميلة يا رب. والشيبس اللي أنا مشبساه برضو أنا تمام هنزله لكم، هو صغنطوتي يعني برضو البنات اللي عايزينه. واشوفكم كده في وصفة قادمة، يا رب يكون عجبتكم، ويا رب تكون الوصفة كده سهلة وجميلة. وإلى اللقاء في وصفة قادمة. منى أبو المجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.